اهلا بيكم. النهارده هنتعلم خطوه جديده في الاكسل وهي الاجريجيت فانكشنز والاجريجيشن فانكشنز اللي هي الدالات التجميعيه. ايه هي الدالات التجميعيه؟ اللي هي الكاونت العدد، والصم الجمع، والافريج المتوسط، والماكس اعلى مبيعات، والمين اقل مبيعات. طب والرانك يعني بتعمل القيمة بتاعتي، بتجيب أعلى مبيعات، القيم بتاعتها، العد بتاعها، المبيعات الأكبر فين، وتاني مبيعات ليها ايه كده. فهنعرف ايه كل حاجة، وهنجيب ازاي، هنعرف نجيب التوب 10 سيلز بدالة لارج، وهنجيب البوتوم 10 سيلز بدالة سمول. فازاي هنعمل الحاجات دي؟ تعالوا كده نبتدي. الأول أنا عايزة أجيب الاماونت ديو اللي هي القيمة المستحقة، فانا هستخدم هنا ايه؟ هجمع. يبقى انا هستخدم دالة sum، فانا هقول له equal sum اهي طلعت لي. بمجرد ما اضغط كليكتين بتفتح دالة ايه؟ sum. هبتدي احدد الخلية واضغط على كنترول شيفت داون، بتحدد لي من اول خلية لاخر خلية. تمام. وبعد كده هضغط على اقفل القوس واقول له انتر، جاب لي الايه؟ الجمع بتاعها. طب انا هنا عايزه اعمل الافريج المتوسط، هقول له باخدك ايه؟ ايكوال، وهحدد الاماونت ايه؟ ديو كده، واقول له ايه؟ كنترول شيفت داون. ثانيه واحده، احنا نسينا حاجه مهمه جدا. ما ينفعش ان انا اعمل كده، لازم انا دلوقتي هجيب المتوسط صح؟ الافريج، ايوه. يبقى انا اعمل ايه؟ دالة الافريج، يبقى اقول له ايكوال افريج اهي. دالة الافريج اهي، مجرد الضغط عليها كليكتين فتح لي الايه؟ الافريج. فهاجي هنا هحدد من اول خلية بردك، وكنترول شيفت داون، واجي اقفل القوس بتاعي كده واقول له انتر، جاب لي المتوسط. طب ميكس اعلى قيمة مبيعات، هعمل ايه؟ اعلى قيمة المبيعات هقول له باخدك ايكوال، هقول له ايكوال كده، وهاجي هنا هقول له ايه؟ الماكس اهي، دالة الماكس كده، هضغط عليها كليكتين، وبرضك هحدد من هنا كده واقول له كنترول شيفت داون. تمام، عشان حدد لي من الخلية الأولى للخلية الأخيرة، وأقفل القوس وأقول له انتر، جاب لي أعلى مبيعات كانت ايه. طب أنا عايزة أقل مبيعات، أقل مبيعات هقول له بقى ايه؟ هنستخدم دالة المن. دالة المن هقول له ايكوال، هستخدم دالة الايه؟ المن. نفتح بس دي شوية كده. هستخدم هنا دالة الايه؟ المن. فانا هقول له ايه؟ من اهي، وهضغط عليها كليكتين، وباخدك هحدد من اول خلية كنترول شيفت داون، وبعدين هقفل بالايه؟ بالقوس واقول له انتر، جاب لي الايه؟ المين سيلز، المين سيلز انفويس، انفويس اقل ايه؟ مبيعات الفاتوره، اقل مبيعات للفاتوره. طب هنا هستخدم الكاونت العدد، هقول له باخدك ايكوال، ايكوال، واقول له ايه؟ العدد، هستخدم دالة الكاونت عشان تعد. طيب في دالة الكاونت بقى ديا هفتح باخدك، هضغط عليها كليكتين عشان تفتح لي ايه؟ القوس بتاعي. وبعدين انا فتحت قوس، يبقى لازم انهي بقوس، لازم اقفل القفله بتاعتي بالقوس بتاعها. هضغط هنا باخدك واقول له كنترول شيفت داون، حددت الخلايا، وبعدين هقفل الايه؟ القوس بتاعي واقول له انتر، جاب لي العدد بتاع الايه؟ الفواتير، عدد الفواتير. طيب ازاي بقى هعمل عندي دالة الدالة العشر؟ ازاي هختار العشرة سيلز، التوب 10 سيلز اللي هي اعلى 10 فواتير؟ هعملها ايه؟ هستخدم دالة الايه؟ اللارج. يبقى هقول له ايكوال لارج، واعمل كده. بيقول لي ايه هنا؟
الاري، عايز الايه الخلايا بتاعتي اللي هي ايه من اماونت ايه ديو، القيمه المستحقه. من فوق كده اعلم عليها كنترول شيفت داون. تمام. وبعد كده لازم في حاجه مهمه ما انساهاش، لازم اثبت باف 4 اف 4. تمام. وبعدين هعمل كوما، هعمل ايه كوما كده. وبيقول لي عايز الكي بتاعي المفتاح بتاعي، اقول له من عايزه من اول واحده، من اول ايه رقم 1. وهقفل القوس كده واقول له انتر. بص بقى مجرد هنا كده ما اعمل اوتو فيل تعبئه، راح جاب لي اهو، جاب لي اعلى 10 مبيعات، جابهم لي مره واحده هم لما عملت اوتو فيل. بصوا بقى لما اضغط هنا كده في تاني معادله، في تاني هنا كده بيقول لي ايه خدها منين. بص من اول علم عليا من اول فاتوره. ليه؟ عشان انا مثبته، لو ما كنتش مثبته كان جالي هنا اهو، كان جالي في البتاع ده، ساب لي اول واحده جالي في تاني خليه وراح واقف كده، ما ينفعش. لازم اثبت عشان يجيلي من الاول للاخر في كله، من اول 1 لحد 10. يبقى لازم اثبت الخلايا بتاعتي من اول 1 لحد الاخر، بيبقى نثبتها باف 4. تمام. طب هنا بقى لما اجي اعمل البوتوم اقل 10 مبيعات، هقول له ايكوال اقل 10 مبيعات ايكوال. طيب وبعدين هقول له سمول اهي. وبعدين ايه هضغط كليكتين، هاجي باخدك هنا واضغط واقول له كنترول شيفت داون، حدد لي كله، وما انساش اضغط على اف ايه 4. تمام. وبعد اف 4 هيقول لي فين هاتي الكي، هقول له كوما الكي بتاعتي رقم ايه 1. تمام. وبعدين اقفل القوس واقول له انتر، جاب لي اقل 10 مبيعات. طيب هعمل اوتو فيل كليكتين كده، جاب لي الباقي من الاول للاخر، عباها لي كلها، ال10 كلهم اتعبوا. طب دالة الرانك بقى، الرانك دي هعمل ايه؟ هعمل كده في الرانك، هقول له ايكوال واكتب له رانك. الرانك اهي دالة الرانك فتح ماشي. هاجي اقول له ايه انا عايز النمبر اهو ماشي. طيب وبعدين اقول له ايه كوما. وبعدين بيقول لي الريفرنس، هقول له بردك هنا، هاجي هنا من اول خليه بردك، انا حددت له اول خليه في الرانك، وبعد كده هاجي من اول خليه اضغط عليها تاني كده، واقوم اقول له كنترول شيفت داون. تمام. وبعدين اقفل الايه، وبعدين اثبت باف 4. صح، لازم اثبت الخلايا باف 4. تمام. لازم اثبت الخلايا باف 4، يبقى هندوس ايه اف 4. تمام. وبعد كده ايه اقفل القوس بتاعي واقول له انتر اهي. بص بقى جابها لي مجرد كده ما اعمل واضغط ايه ده اوتو فيل، عمل لي ايه ملالي التعبئه. طب انا لو جيت هنا مثلا كده وقلت له اعمل لي من الصغير للكبير، صورت من ايه من الاصغر للايه للاكبر، بص كده جابها لي مرتبه، جاب لي من الصغير للكبير، جاب لي من اول 1 الصغير كان كده لحد الاكبر. طب انا لو عملت من الكبير للصغير، لو وقفت كده تاني وعملت السورت الاي تو زد، هيرجع لي من الكبير للصغير، جاب لي اعلى حاجه وبعد كده الاقل منها والاقل والاقل وهكذا. طيب انا عايزه ادي يعني تركايه كده معاكم في حاجه. احنا عرفنا الكاونت بتتعمل ازاي، والصم والافريج والماكس والمين والتوب 10 سيلز والبوتون سيلز 10 سيلز اللي هي اكبر 10 مبيعات واقل 10 مبيعات. طب لو انا قلت لك ايه الفرق بقى، وده سؤال فكروا فيه للمره الجايه، ايه الفرق
ما بين الكاونت A والكاونت بلانك والكاونت F والكاونت Fs. يعني ما نكتب كده، اكتب كده بالعربي السؤال، ايه الفرق، عايزة الفرق بين الكاونت A فاصلة والكاونت بلانك والكاونت العادية. وبلاش مش هقول لكم الاف والافس. عايزه اعرف الفرق ما بين التلاتة دول، يا ريت اللي يعرفهم يكتب لي في التعليقات، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله بالحاجات دي. بس فكروا في التركايه دي، الفرق ما بين الثلاث حاجات دي هي لسه ما اتشرحتش، بس انا عايزه اعرف مين اللي عارف يكتب لي في التعليقات من فضلكم وانا هرد عليه. تمام؟ لو في اي سؤال او نقطه مش واضحه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان نكمل سلسله الاكسل من بدايه للاحتراف.